عسلامة ومرحبا بكم، ان شاء الله تكونوا بخير ونستوني واستانست بكم. على هذاك رجعت معكم اليوم بفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله ينال استحسانكم. والنصيحة متاع اليوم: كلوا مليح ودللوا رواحكم، حبوا حياتكم وتفائلوا بالخير. كيما نعرفوا شهر سيدي رمضان على الابواب ولازمنا نحضروا حويجات باش نقدموهم على الميدة متاع الافطار. اليوم باش نحضروا مع بعضنا لحمة التن التونسية من ابن الوصفات اللي نحبوها وما نختلفوش فيها التوانسه الكل. فما شكون يعملها بالستيك البقري وفما اللي يعملها بالاسكالوب، وفي الحالتين البنه مضمونه. انا اليوم خذيت ترونشيت متاع اسكالوب بالطبيعه، غسلتهم ونظفتهم وحطيت باش نفوحهم كيما تشوفوا. بالنسبه للفحه خذيت المغرفه الكبيره نتاع الماكله، كيلت بها من كل فيح شويه. دونك حطيت مغرفه مطارد، تابل، زنجبيل، كركم، ثوم مفروم وشويه فلفل اكحل، وبالطبيعه ما نساوش الملح. ومن بعد قاعده نزيد زوز مغارف كبار ياغورت طبيعي، هو اللي باش يخلي اللحم نتاعنا طري. وبالطبيعه كي نجي نقليه نغطيه باش يتقلى ويجينا طري. لهنا نورمالمون ليتاب هذيا نقب الترونشيت تاع الاسكالوب قبل ما نفوحوا، لكن انا نسيت. دونك حطيت نقبتهم بالفرشيطه بالطريقه هذه باش كي نخلطهم يشربوا الفاح. وماذا بينا نحضروهم، اذا باش تحضروهم للعشاء نحضروهم الصباح والا نبيتوهم في الفريجيدير. لهنا باش نحضر الحشوة اللي باش نحطها فوق الاسكالوب. عندنا برشا انواع متاع جبن. لهنا عندي غروير ايمونتال، هذاك جبن تريونغل متاع بريزيدون. حليت حكتون بالطبيعة عصرتها، حطيت شوية زيتون اكحل باش نزيد قطة معدنوس صغيرة غسلتها وفرمتها كيما تشوفوا. بالنسبة للجبن اختياري، اللي عندكم واللي تحبوا تحطوه حطوه. البنات الجبن راهو يبان الوصفة هذه. فقست فيها كعب عظم، ولهنا حسيتها الخليط متاعي ما تلمش، وليت زدت كعب عظم اخرى. وبطبيعه حطيت له شويه كركم باش يجيني اصفر ومزيان. وتوا باش نتعدى نقلي الاسكالوب متاعي. حطيت شويه زيت في المقله، ما نكثروش الزيت البنات، وحطيت نقلي في ترونشيات الاسكالوب. اذا بينا نقليه ونغطيو عليهم البنات باش هكاك اللحم يجينا طري. بعد ما كملت عملية القليان اللي قعد في القلاية، صبيته على اللحم متاعي وحطيته في طبق الفور. توا حطيت الحشوة متاعي، حطيتها ورصصتها مليح فوق لي ترونش تاع الاسكالوب. وباش نحط فوقهم جبن سلايس، هو اللي باش يزيد يزين الوصفة ويزيد يعطيها منظر. حبيت نذكركم البنات اللي اول مره تتفرج فيا في القناه ولا تكتشف قناتي تعملي جيم وابوني. تابعوا معايا لاخر الفيديو ان شاء الله يعجبكم وان شاء الله ينال استحسانكم. بالنسبه للحشوه البنات لهنا نسيت ما قلت لكمش، حطيت بصله متوسطه قصيتها جويده وحطيتها مع المعدنوس والجبونات. نعرفوا البصل وين نحطوه يبنن. حطيت الطبق هذاك في الفوره، وكبعد ما خرجته حطيت زينته بترونشيت الطماطم وشويه الجامبون. بالطبيعه البنات عملت لحمه التون من غير ما عملت لها صوص، على خاطر باش نحطها بحذا المقرونه. طيبت مقرونه كما تشوفوا، ذريت فوقها جبن شويه معدنوس بالطبيعه قرين الفلفل الموزوز. هذه عشان البنات ان شاء الله يعجبكم. ما بقالي الا باش نقول لكم دمتم في امان الله وحفظه وبسلامه.